انا لو هبيع حاجه، الحاجه دي هتكسبني مليارات وممكن تاثر على صحه بني ادم واحد، مستحيل اعمل ده. كل شويه نسمع قبضوا على ناس وادويه تخسيس مش عارف ايه ومين بتطلع وفين منتجاتنا المصريه بتنافس الجوده العالميه. بعض الناس بتشتغل بشكل غير شرعي، بلح سوري يعني في اللفظ. لا طبعا. احنا النهارده ملايين المصريين عايزين يخسوا. يا ناس افهموا، ما ينفعش اوعدك بحاجه مش هتحصل. انا عايز ابقى غني يعني بس. برافو حقيقي، انا فعلا عايز ابقى مليونير. دونالد ترامب عنده شركات في النتورك ماركتنج، ما يمكن انت غلط فعلا والشركه اتقفلت ورجعت تاني لنقطه الصفر. الحلم اتهد. ممكن اجمع عندي سلسله فضه وختمين، انزل ابيعهم ب 300 400 جنيه عشان امشي يومين ناكل ونشرب في البيت. عملت ايه؟ عشان ده انا مركز معاك قوي عشان اروح اعمل زيك. مش لازم تلاقي النتيجه على طول، سعيك متشاف وهتاخد افضل نتيجه مقابل سعيك، فانا كنت مؤمن بده جدا. اهلا بكم في بودكاست جديد من ايجي بودكاست بيزنس. ضيف النهارده واحد من رواد الاعمال الشباب، رجل اعمال سنه صغير جدا على اللي هو حققه. ضيف النهارده CEO شركه توب لايف، رجل الاعمال محمود حازم. منورنا يا استاذ محمود. حبيبي يا احمد، منورك طبعا. إيه؟ الحمد لله، منورنا. ربنا يخليك. سنك صغير قوي انك تبقى رئيس مجلس اداره شركات وتوب لايف وشركه من الشركات الكبيره في المكملات الغذائيه الحمد لله. ما تحكي لنا، طب هي الشركه المكملات الغذائيه اللي هي ايه؟ المكملات الغذائيه بيندرج تحتيها حاجات كتير قوي، من ضمنها ادويه التخسيس والفيتامينز. طب ادويه التخسيس دي مش اللي هم بيقولوا عليها اللي هي كل شويه نسمع قبضوا على ناس وادويه تخسيس مش عارف ايه ومين بتطلع وفين جميل جدا ان حضرتك طرحت نقطه زي دي، لان فعلا الكلام ده حقيقي. في بعض الناس بتشتغل بشكل غير شرعي. يعني ايه شكل غير شرعي؟ اول حاجه، المكملات اللي احنا بنشتغل فيها لازم تكون مرخصه من هيئه سلامه الغذاء او من وزاره الصحه. لازم يكون ليها نتيجه وليها فعاليه، الشخص اللي هيشتري برودكت يقدر ان هو يستفيد منه. لازم يكون معدل الامان فيها 100%. يعني ايه مكمل غذائي؟ يعني ما فيهوش اي ماده كيميائيه، فبالتالي بيكون ملوش اي اضرار او اعراض جانبيه. ودي الحاجه اللي تطمن اي حد يستخدم المكملات الغذائيه، ان هو لازم يدور على اساس للمنتج. يعني ايه اساس للمنتج؟ لازم يكون منتج مرخص، لازم يكون ليه شهاده تداول، لازم يكون ليه فعاليه محترمه، لازم يكون عديم الاثار الجانبيه. بالنسبه للناس اللي حضرتك بتتكلم عليهم، الناس دول موجودين كتير في ادويه او مكملات بيعلنوا عنها ان هي حاجات مستورده. هنشوف ده بكتير بنشوف ده ويقعد كتير. يقول لك وخس مش عارف ايه، ولو بالظبط. راجل مش عارف ايه بنشوف ده كتير. بتبقى ممكن بعض الحاجات بتبقى جايه من الصين، بعض الحاجات بتتصنع هنا في مصر ويسوقوا لها ان هي منتجات امريكيه ومنتجات المانيه، وده بعيد تماما عن الصحه. الناس دي يعني انا متاكد ان الدوله شايفه شغلها كويس جدا، مش هتسمح بوجود الناس دول في السوق، لان الناس دول بيضروا صحه بني ادمين كتير. انا دلوقتي بتعامل مع اشخاص بتقدر ان هي تستخدم الحاجات دي، فاهم حاجه ورقم واحد الاولويه هو صحه الشخص ده. انا لو هبيع حاجه، الحاجه دي هتكسبني مليارات وممكن تاثر على صحه بني ادم واحد، مستحيل اعمل ده، لان في الاول وفي الاخر اهم حاجه الصحه. بس الحاجات دي مكسبها كبير، يعني اللي بنسمعه من الناس اللي بيتم ضبطها او الناس اللي بتشتغل بيكسبوا الموضوع ده مبالغ طائله. الشريحه كبيره في مصر. احنا النهارده ملايين المصريين عايزين يخسوا، خاصه السيدات. يعني السيدات حضرتك عارف لو زادت ممكن 5 كيلو، لا بيبقى مشكله كبيره، بتبقى مشكله كبيره والكلام ده كله. وفي برضو حاجه بتحصل، ان اللي بيخس بيرجع يتخن تاني بعد فتره، فبيرجع عايز وسيله تخسسه تاني. فاهم حاجه ان انا اعرف المنتج اللي انا هاخده ده لازم يكون منتج مرخص، لازم يكون منتج ليه شهاده تداول، لازم يكون منتج ليه موافقات اعلانيه، ما اعلنش عن اي منتج وهو ملوش تصاريح او الكلام ده. حاجه اسمها موافقات اعلانيه؟ طبعا لازم يكون في موافقه نص الاعلاني. بمعنى انا ممكن يكون في منتج، المنتج ده بيعمل 1 2 3، شخص هيعلن عنه ان هو بيعمل 4 و5 و6 وهو ما بيعملش الحاجات دي. يعني يحط للمنتج حاجات بالظبط، افكت مش موجود. يعني هو منتج بيخسس، تبتدي الناس بقى تجود، ده فيه فيتامينز، ده طول الشعر، ده بيطول الشعر، ده بيعالج مقاومه الانسولين، ده. طب هل المنتج بيعمل الكلام ده فعلا؟ لا، ما بيعملش الكلام ده. فبالتالي لازم يكون في موافقه على النص الاعلاني اللي انت بتعلن بيه للناس. ليه؟ عشان ما يكونش فيه اوفر بروميسنج. اللي انا بوعدك بيه هو اللي هيحصل، ما ينفعش اوعدك بحاجه مش هتحصل.
يعني ده ليه موافقات لوحده غير موافقة الدواء نفسه طبعا بتاعت طبعا وزارة طبعا الغذاء. النص الاعلاني لازم يكون ليه تصريح بالنص الاعلاني وبناخد عليها موافقات. المنتج ده بيعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، ما بيعملهمش ما ينفعش يتقالوا. ولو اتقالوا ساعتها بيبقى في تدخل من الدوله بشكل قانوني ان الكلام ده غلط. وشفناها قبل كده يعني بدون ذكر اسماء. شفنا بعض الناس بتعرض منتجات على قنوات يمكن الى حد ما قنوات سي او قنوات اه، معظم الجمهور بتاعها يعني جمهور من الطبقه البسيطة. البسيطه. فبيعلنوا عن الحاجه، مثلا ممكن تلاقي حد بيتكلم عن كريم بيعالج خشونه الركبه وبيعالج اه، بيعمل كل المفاصل حاجة. وبيعمل كل حاجه اه، وبيعالج الصدفيه اللي هي مرض مناعي اصلا ملوش علاج لغايه دلوقتي هو طب هل المنتج بيعمل الكلام ده؟ لا ما بيعملش. طب ليه بيقولوا الكلام ده؟ عشان يبيع. طب بعد ما الشخص بيشتري بيتفاجئ ان الكلام اللي اتقال عن المنتج ولا مش اي هي حاجة. الحقيقه ولا اي حاجه. بلح سوري يعني في اللفظ. لا طبعا. هو بلح، هو مفيش بلح اكتر من كده بتعالج صدفية ايه؟ ده ما نقولهاش علاج. بالظبط. بس الحمد لله انا شايف ان الدوله مركزه جهودها ان هي بتمنع ده بشكل كبير. وهل شفنا ده الفتره اللي بيضركم في فاتت. البيع؟ هو اكيد ده بياخد حيز من السوق. اكيد ده بياخد حيز من السوق. احنا عايزين نوصل لمرحله ان العميل يكون عنده وعي. العميل نفسه هو اللي يقدر يفرق. ليه في 1000 منتج معروض؟ اللي يخلي العميل ليه اختار ده وما اختارش ده. هو ده اللي احنا عايزين نوعي بيه الناس. ان مش اي منتج. اولا انت بتاخد حاجه ممكن تاثر على صحتك. بتاخد كبسول، بتاخد مشروب، بتاخد حقن. ايا كان اللي بتاخده ده بيخش جسمك. فبالتالي لازم تكون متاكد 100% ان دي حاجه امنه وحاجه ملهاش اي اضرار. طب عشان اطمن لده المنتج لازم يكون مرخص. وعمر ما الهيئه او الوزاره ممكن ترخص منتج غير لما بيكون منتج امن 100%. طب ما تحكي لي بدأت معاك ازاي الرحلة بتاعت البيزنس ودخولك المجال بتاع المكملات الغذائية؟ طب تحب ابدا من دخولي المجال مكملات ولا ابدا من بدايه الرحله خالص؟ لا، نبدأ من بداية الرحلة، احنا قاعدين وراناش حاجة. بدايه الرحله خالص ابتدت من 15 سنه. اول ما اتخرجت من الجامعه شاب عندي طموح كبير جدا. شاب نفسي انجح، نفسي احقق حاجات حلوه كتير في الحياه. نفسي اركب العربيات الحلوه اللي الناس بتركبها. نفسي اعيش العيشه الحلوه اللي الناس عايشاها. نفسي لو حاجه بسيطه جدا ان انا اخش اي مطعم اقدر اطلب اللي انا عايزه من غير ما يشغلني المنيو ولا ده بكام ولا ده بكام. كل ده كان شاغلني وانا شاب صغير. يعني انت كانت حالتك المادية مش عالية زي دلوقتي؟ لا احنا عيله متوسطه وعيله عيلة طبيعية بسيطه زي كده كل المصريين زي كل يعني. المصريين. ولكن انا كان طموحي اوكي. مختلف. الحقيقه ان انا لما اتخرجت من الكليه اتصدمت بارض الواقع. ابتديت ان انا اشوف وظيفه. انا متخرج من حاسبات ومعلومات جامعه حلوان. ابتديت زي اي طالب بيدور خريج جديد او فريش جرادويت بيدور على وظيفه. الحقيقه المرتبات كانت محبطه جدا مقابل الطموح بتاعي. الطموح كان اكبر بكتير. لما اسال نفسي وانا خريج 2010 مرتب 4 و5000 جنيه ده ممكن اعمل بيهم ايه؟ طب ممكن بعد كام سنه اقدر اركب عربيه؟ طب ممكن بعد كام سنه اقدر اجيب شقه كويسه؟ ممكن بعد كام سنه اقدر ان انا اتجوز؟ فبالتالي هنا الحمد لله ربنا انعم عليا ان انا ادركت الحقيقه دي بدري. ان الوظيفه مع كامل احترامي لكل الموظفين الناس بتشقى وناس بتتعب وناس على راسنا. ولكن انا ادركت بدري الوظيفه مش طموحي ومش هي اللي هتوصلني اللي انا عايزه. مم. في الوقت ده صابني احباط لاني مش لاقي الفرصه. واقول لحضرتك يا احمد، عارف اكتر شخص تعبان من جواه بجد؟ هو الشخص الطموح قوي اللي بيحلم بجد ولسه مش لاقي الفرصه اللي ممكن تحقق له احلامه. طب وايه الفرصة اللي انت كنت محتاجها؟ يعني كنت بتدور على ايه؟ بدور على بيزنس. ايه نوعه؟ يعني انت بتدور على بيزنس في ما المطلق؟ اعرفش ايه نوعه. انا عايز ابقى غني يعني بس. برافو حقيقي انا فعلا عايز ابقى مليونير. عايز اعيش حياه طيبه. يعني ده كان طموحك، كان عايز ابقى كان مليونير؟ طموحي فعلا عايز ابقى مليونير. عايز اساعد امي، عايز اريحها، نفسي اطلع امي حج. نفسي زي ما امي تعبت معايا وربتنا وكبرتنا وشقيت، لا الست دي من حقها ان هي ترتاح. ماشي. طب ما هو الامنيات مفيش اسهل منها. ما انا اكيد نفسي اركب مكوك فضائي واشتغل في ناسا، بس دي امنيات. ده حقيقي. بتتحقق ازاي؟ ما اكيد كلنا كان يعني كشباب او كنا وقت ما اتخرجنا كانت عندنا الاحلام دي، عايزين عربيه حلوه وبيت حلو ونريح اهالينا طيب تيجي السؤال منين؟ هنا هل الاحلام اللي عند حضراتكم او الناس اللي بتحلم هي بتحلم بجد وعندها طموح بجد وعندها استعداد ان هي تاخد القرار ان هي تتعب وتشقى وتصر وتستمر لغاية ما توصل، ولا الناس دي بتتمنى؟ انا يا احمد يعني انا مثلا عندي كونسبت اللي بيتمنى ده عاجز. يعني لو قلت لحضرتك انا بتمنى اقوم افتح الباب ده حسيت بايه؟ انك مش قادر تقوم مش تفتحه. قادر اقوم افتحه غير لما اقول انا قايم افتح الباب. ففي فرق. اللي بيتمنى مش بيحقق، لكن اللي بيحلم بجد وبياخد قرار
ان انا الاحلام دي ما اقدرش اعيش من غيرها، ان انا دي العيشه اللي انا بتمناها، دي العيشه اللي انا نفسي فيها، ومستعد اضحي ومستعد ابي ذا برايس، ادفع ثمن النجاح ده مقدم. الناس دي هي اللي بتوصل، الناس اللي بتصر، اللي بيفشل مره واثنين وثلاثه وعشرة وبيفضل مكمل عشان بيحب حلمه. ودي حاجه نفسي اقولها للناس، يا ناس احلموا. تاني جمله بحب اقولها، يا ناس افهموا. افهموا ايه؟ ان الاحلام بتتحقق. ناس كتير حوالينا في مجالات مختلفه في مصر وبره مصر قدروا ان هم يبداوا من الصفر ويحققوا نجاحات كبيره جدا. فدايما في مبدأ بيقول لو شخص قدر يحقق، انا كمان اقدر. ليه؟ لان ربنا سبحانه في بينا مساواة. المساواة، طب ازاي مساواة وفي شخص غني جدا وشخص فقير جدا؟ هي مساواة في القدرات وفي الامكانيات. انا بشوف حضرتك بتشوف، انا بمشي حضرتك بتمشي، انا عندي عقل حضرتك عندك عقل. فمادام انسان قدر يحقق حاجة، اي شخص تاني لو اتبع السيستم اللي الشخص ده مشي عليه هيقدر ان هو كمان يوصل ويحقق. بس الموضوع مش بالبساطة دي. انا مدرك يا احمد في حياتي ومقتنع تماما ان النجاح صعب، النجاح مش سهل. النجاح هي اصعب عمليه ممكن يمشي فيها بني ادم لغايه ما يوصل اللي هو عايزه. ولكن الاصعب ايه يا احمد؟ الفقر. الفقر اكيد اصعب بكتير من النجاح. اكيد. طب انت برضه ما قلتليش، انت قلت لي كلام مرسل، عملت ايه اه عشان ده انا مركز معاك قوي عشان اروح اعمل تمام، زيك. جميل جدا. فطبعا انا كان الفكر ده في دماغي، ما عنديش فعلا باب اخبطه، ما عنديش فرصه، مش عارف اعمل ايه، تايه، ما عنديش توجه معين. فالوقت ده اتعرض عليا فرصه بزنس في شركه مش عايز اذكر اسمها عشان ما يبقاش دعايه، بس هو مجال اسمه الدايركت سيلينج او النتورك ماركتنج. الميزه في المجال ده لما اتعرضت عليا البيزنس ده. ده بتاع تسويق الشجره برافو برافو. بس ده كان حصل عليه مشاكل كتير قوي. لان في شركات نصب دخلت في المجال تصطاد في الماء العكرة بس هو عشان كان تلم فلوس من حقيقي الناس. يعني؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، المرجعيه ايه؟ المرجعيه عالميه، ان المجال ده موجود في العالم. والنتورك ماركتنج هو ثالث صناعه ثروات على مستوى العالم. النتورك ماركتنج هو اكتر مجال بيخلق مليونيرات من فروم زيرو تو هيرو، وشباب كتير. الكلام ده مش كلامي انا. وده لسه موجود اصلا في العالم؟ طبعا طبعا. اغنى رجال النهارده في العالم بيشتغلوا في مجال النتورك ماركتنج. يعني مثلا حد زي دونالد ترامب عنده مم. شركات في النتورك ماركتنج. ممكن اقول لك على اسامي شركات كبيره جدا كل الناس بتستخدم منتجاتها، بس هم مش عارفين ان هم بيشتغل في مجال ايه. شركات زي ايفون، شركات زي امواي، شركات زي هيربالايف. الشركات دي بتبيع بمليارات الدولارات سنويا، وبيقدروا ان هم عن يحققوا. طريق التسويق طبعا الشبكي ده عن او؟ طريق التسويق الشبكي. طب عملت ايه لما رحت الشركه دي؟ لما بدأت البيزنس ده، طبعا لسه ما كنتش عارف انا هعمل ايه بالظبط. الميزة ان كان في تدريبات بنقدر نتعلم منها. واول حاجة المجال مش هي ده. دي صحح لي، انا اسف اني لا بقطعك. لا طبعا. اللي هو شجره وتحتيك اتنين واتنين تحتهم بالظبط، اربعه. واتنين يجيبوا اتنين، وده اه ده اند ده سو اون صح اند كده. سو اون. طب ليه في مصر المجال ده خد كيرف عالي قوي وبعدين وقع؟ لان بعض المصريين بيصطادوا في الماء العكرة بالبلدي، ابتدوا يعملوا شركات مصرية بمنتجات وهمية الاصل فيها ان هم يبيعوا فرصة بيزنس ويوهموا الناس ان هم من خلالها ممكن يعملوا ملايين. والمنتجات دي كانت نو نيد ليها. انا اللي النهارده هو سلسله الطاقه ومش عارف تعمل بالظبط، ايه وما تقعش ويعمل بالانس وما تقعش ايوه الحاجات اللي والكلام ده بتضحك كله. دي، ايوه انا حضرت لا، انت الكلام هتبيع ده. لي منتج، بيع لي منتج انا محتاجه، بيع لي منتج انا هستفيد بيه، ومش بس محتاجه وهستفيد بيه، واقدر ان انا ابيعه لحد بعدي يكون يقدر ان هو كمان يستفيد من المنتجات دي. فدي كانت دايما الثغرة في مجال التسويق الشبكي. وبعض الشركات استغلت نجاح الشركات أجنبية هنا في مصر، وكانت شركات حقيقية وشركات قوية جدا، وابتدوا ان هم يعملوا شركات مصرية الهدف منها ان هم يلموا فلوس من الناس. والشركات دي كانت نصب وقفلت بعد فترة قصيرة جدا، واتحاكموا اصحاب اه الشركات انا عارف دول. اتحبسوا. طبعا اتحبسوا اصحاب الشركات دول. مم. فهو مجال قوي وليه تواجد كبير في العالم. المهم لما انا بدأت كان في سيستم تدريبي، سيستم تعليمي. اكتر حاجة فرقت معايا ان محمود ابتدى يتغير عقليا. محمود اللي كان بيفكر بشكل صغير علموه ازاي يفكر بشكل كبير. اتعلمت هناك ازاي احلم، ازاي احارب عشان اوصل لحلمي. والحمد لله من خلال المجال ده، يمكن مش اول ما بدأت لقيت فيه نجاح، لا تعبت وشقيت. اشتغلنا ورك 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 نو ريزلت، ولكن كسبت خبرة. اشتغلت لسه النتيجة اللي انا عايزها ما وصلتهاش، ولكن عمال بتعلم اكتر واكتر. فوصلت لمرحلة بعد سنة واتنين وتلاتة من الخبرة والتعلم والعمل الجاد والشغل، ان انا اقدر ابني نتورك او ان انا اقدر ابني تيم كبير. وهنا بقى الموضوع بيختلف. في فرق يا احمد لما انت تبدل وقتك بفلوس،
وفي فرق لما يكون الفلوس اللي داخله لك مبنيه على تيم وورك. التيم وورك ده كل ما بيكبر كل ما بيعاته بتكبر، فبالتالي كل اللي بيعملوه ده بيعود عليك. صح. انت اقصى حاجه تقدر تشتغلها في يومك كام؟ 16 ساعه، وهيتبقى 8 ساعات انام واخد شاور فيهم واكل لقمه والكلام ده كله. صح. ولكن انت بتبدل 16 ساعه بفلوس محدود. طب لو 16 ساعه دول ينفعوا يبقوا 100 ساعه، ينفعوا يبقى 1000 ساعه. فانت بتضاعفها بالعدد. بالظبط. ولكن النجاح ما كانش سهل. في اول كام سنه زي ما قلت لحضرتك في الشركه دي الموضوع كان صعب شويه. كنت لسه شاب متخرج، فلوسي برضو على قدي، والبيزنس كان محتاج شويه مصروفات. طب المصروفات دي ازاي؟ ان احنا بننزل نقابل صحابنا في الكافيهات ونعرض عليهم البيزنس. طب عشان اقعد في كافيه طبيعي جدا ان انا اطلب مشروب. طب انا شغلي في كافيهات كل يوم، يعني كل يوم مطلوب مني ان انا اصرف رقم معين في الكافيهات ولبسك وشكلك. ولبسي وشكلي ومظهري والوضع ده. عايز اقول لك يا احمد كان بيعدي عليا ايام انا عايز اشتغل جدا، بس ما معيش فلوس انزل اقعد في كافيه. عارف كنت بعمل ايه يا احمد؟ ايه؟ لما كنت بقعد في ستاربكس، يعني انا عارف ان الموضوع ممكن يعني يضحكك شويه. كنت باخد الكاب بتاع ستاربكس وانا مروح، وتاني يوم وانا نازل اخلي والدتي تحط لي فيه عصير عشان انزل ستاربكس تاني واحط قدامي الكاب، والويتر ما يجيش يقول لي تشرب ايه لان ما معيش فلوس، بس راجل نازل عايز اشتغل. لا والله بجد. ايام كتير كنت برجع، انا كنت ساكن في وسط البلد، كنت ممكن ارجع من المهندسين مشي، ارجع من الدقي مشي، كان ممكن ارجع من مصر الجديده، شغال في مصر الجديده، ارجع افضل ماشي 3 ساعات لغايه ما اروح في البيت. مش معكش فلوس تركب. مفيش فلوس اركب، بس مقتنع ان انا هبقى مليونير، مقتنع ان انا هوصل لحاجه، وما كانش عندي حل تاني يا احمد. عدى عليا في الاوقات دي، مش هكدب عليك اقول لك كنت قوي بما يكفي ان انا استحمل ده. كنت بمر زي اي شخص بلحظات احباط، وكنت بمر بلحظات يأس، وكنت بوصل لمراحل خلاص قربت استسلم وارفع الرايه البيضاء، انا مش قادر. بس هنا لما كنت هستسلم، انا هستسلم عن ايه؟ عن احلامي. خلاص بقى الاحلام ما بتحققش، ده الموضوع صعب، مش عايزه تيجي. واضح ان الناس اللي بيقولوا لي زي الناس اللي كانوا بيكلموني من اهلي ومن اصدقائي كان عندهم حق. كانوا دايما بيقولوا ايه؟ اللي يبص لفوق يتعب. بالظبط. فطبعا لما انت تبقى شاب صغير وتقول اللي حواليك انا عايز انجح وعايز احقق، مش طبيعي انك هتلاقي ناس بتدعمك وتشجعك وتقول لك طبعا انت هتنجح، طبعا انت هتحقق، طبعا النجاح سهل. لا، الموضوع كان محبط جدا، خاصة من اقرب الناس ليا. بس انا دايما كنت بعذرهم، كنت بقول هم مش فاهمين انا عايز اوصل لايه، هم مش فاهمين انا طموحي واصل لحد فين. فكنت بعذرهم وبكمل في طريقي. طب انت إيه اللي كان مبين لك انك ماشي صح اصلا؟ ما يمكن انت غلط فعلا. ما ممكن فعلا اكون غلط بس وكان اكيد في حاجه كانت مخليك تكمل، ايه هي؟ ربنا. ونعم بالله. كنت بشتغل وبتعب جدا، وكان عندي يقين في الله. لا يضيع الله من اجر لا يضيع الله اجر من احسن عملا. ده كان يقيني في ربنا. في اوقات اليأس كان بيجي لي اوقات بشك في نفسي. بعد كام سنه، سنه واتنين وتلاته، لسه ما بقتش مليونير. يمكن بدخل فلوس، بس الفلوس اللي بتمشيني وتوديني وتجيبني. ما بتحوش حاجه. بعد السنين دي ابص ممكن صحابي حد موظف اتجوز، وركب عربيه، انا لسه ما ركبتش عربيه، انا لسه ما اتجوزتش. ابص للناس دول، طب مش يمكن هم اللي صح وممكن اكون انا اللي غلط؟ فالوقت ده كنت ببقى خلاص على وشك الاستسلام، وان انا ارفع الرايه البيضاء واقول انا مش لاعب، وانزل زي الناس دول ادور على وظيفه واشتغل عادي جدا. ساعتها كنت اللي بيخليني اكمل حاجه واحده، بسأل نفسي اي كفاحين اهون؟ كفاح ان انا افضل مصر وافضل مستمر لغايه ما اوصل للنجاح اللي انا عايزه، ولا كفاح ان انا استحمل الفقر وان انا اعيش عيشه عاديه جدا، ان انا مش قادر احقق اي حاجه في حياتي؟ ده مش سهل، مش سهل، كفاح كبير جدا. لما كنت بسأل نفسي اي الكفاحين اهون، كنت بختار كفاحي ان انا ابقى ماشي في طريق نجاحي، والنجاح باذن الله هيكون حليفي، لان ربنا اللي وعدني بده. وان ليس للانسان الا الا ما ما سعى. سعى، وان سعيه سوف سوف يرى، يرى. ولنجزينه الجزاء الاوفى. سعيك متشاف وهتاخد افضل نتيجه مقابل سعيك. فانا كنت مؤمن بده جدا. اقول لحضرتك على حاجه، بعد سنين عمل وشفت ناس كتير حواليا تجاربهم والتجارب بتاعتي، لو انت في تراك غلط بس مموت نفسك في الشغل وعندك ظن في الله خير ان هيوفقك، والله ربنا هيسبب لك الاسباب ويعدلك التراك ويحطك في تراك تاني تنجح منه. الطفره جت فين؟ الطفره جت بعد 4 سنين من الشقه ومن التعب. الحمد لله ربنا ابتدى ساعتها يكرمني، ابتديت ان انا ابني نتورك كبيره، قدرت اعمل اول 1,000,000 جنيه وانا 26 سنه.
فضلت شغال في المجال ده 6 سنين. بعد كده لما قدرت اعمل منه يعني بقيت فلوس مليونير وانت على 26 سنه اهو. 26 سنه عملت اول مليون الحمد لله بفضل ربنا. حوشتهم ولا جم بمره واحده؟ لا اكيد طبعا تراكمات اه فلوس على بس كنت فلوس على فلوس. بتحوش. بالظبط اكيد كنت طبعا اه. بحوش، ده مهم جدا. واما وصلت لرقم مليون ده عملت ايه لما شفت 6 صفار؟ بص اول حاجه ركبت عربيه، وده كان مهم جدا بالنسبه لي. لا يومها كده ما شفتهم 6 صفار، كان ايه احساسك كده ما شفت معاك 6 صفار؟ احساس، كان احساس حلو قوي. احساس يعني عارف انت الحاجه اللي بتيجي بعد شقه، اه. بعد شقه سنين وتعب سنين. انا ابتديت الشقه من 21 سنه، فقعدت 5 سنين بشقى وبتعب بشكل قوي جدا عشان اقدر اوصل لاول مليون. كان احساس فظيع جدا. فرتكتهم؟ لا طبعا. عملت ايه؟ ازاي اكبر؟ كان فكري بقى ان انا ازاي اكبر. وساعتها هنا خدت قرار غلط وعملت حاجه غلط، ايه والحاجه دي؟ الغلط دي خسرتني الفلوس. قررت ان انا طب ليه افضل شغال مع شركه اجنبيه وسيستم واضح وليها منتجاتها والكلام ده؟ طب ما انا دلوقتي قادر ان انا افتح شركه. بس الحقيقي الشركه دي كانت هتتكلف اكتر من مليون جنيه، فما كنتش اقدر ان انا افتحها لوحدي. فقابلت، اتعرفت بناس لقيتهم عندهم نفس الاهتمامات، اتشاركنا مع بعض وعملنا شركه. اول 6 شهور الدنيا ماشيه كويس جدا الحمد لله، ربنا كرمنا. كانت البدايه بتاعتنا كمان بدايه قويه غير متوقعه. ولكن بعد فتره اللي حصل واللي اتعلمته ان ترابيزه الشراكه بيبقى عليها فلوس ونفوس. النفوس امم. بتتغير. طب ليه انت هنا وليه انا هنا وميبي كمان الشركاء اللي كانوا معايا انا ما اخترتهمش صح. اتعلمت ان انا لما اختار شريك اختار شريك يكملني. لو انا شاطر في التسويق وفي المبيعات اختار شريك شاطر في الاداره عشان احنا نكمل بعض. لان هي دي صح. النقطه اللي وقعتني في الشركه، ان الاداره ما كانتش كما ينبغي. انا كنت لسه مش فاهم اداره كويس. الشركاء اللي معايا بعد فتره لما ابتدينا ندخل فلوس كويسه اتعرضت لعمليه نصب من خلالهم. وده برضو علمني لان الحلم اتهد الحلم اتهد، وفي خلال سنه الشركه دي اتقفلت والمليون جنيه ضاعوا. والفلوس راحت، ورجعت لنقطة الصفر واتدينت وبعت عربيتي واستلفت فلوس من الناس يا عشان نهار اقدر ابيض. ان انا اسد كل الشركة. كان في فلوس عليها عشان واتسرقت، اتنصب عليا. وفي عملاء ما لهمش ذنب، ليهم منتجات. وفي ناس شغالة ليهم عمولات، الناس دي لازم تاخد منتجاتها وعمولاتها. فاضطريت ان انا ابيع عربيتي، كنت راكب عربية صغيرة مش عربية قوية. اضطريت ان انا استلف فلوس من الناس عشان اسد البيبان دي كلها. والشركه اتقفلت ورجعت تاني لنقطه الصفر. ولكن ربنا سبحانه بيخلق دايما من كل محنه فيها منحه من ربنا سبحانه. ايه المنحه؟ ان انا لما عملت الشركه دي كنت محتاج منتجات اكسكلوزيف حصريه ليا. فاتعرفت بمصانع واتعرفت بناس رواد اعمال وناس موردين اصحاب منتجات. في الوقت ده دخلت للشركه عندي المكملات الغذائيه من ضمنها الفيتامينز وادويه التخسيس، وكانت من الاكثر مبيعا داخل الشركه. امم. فهنا وانا خارج من الشركه انا حاطط ايدي على حاجه مهمه جدا، ان المكملات الغذائيه بيعها قوي، منتجات التخسيس بيعها قوي. ولكن انا ما عنديش دلوقتي كيان اقدر ابيعها من ومعكش خلاله. فلوس اصلا وما تسوق ولا تبيع حاجه؟ بالظبط، وما معيش انت فلوس مديون. اسوق ولا ابيع حاجه. الفتره دي يا احمد انا كنت متزوج. مراتي كانت حامل. اوه. ما كانش عندي فلوس تماما، ما معيش فلوس اصلا اصرف على البيت، ما معيش فلوس للاكل والشرب. واستحملتك؟ والله اصيله واستحملتني، وقفت جنبي ودعمتني جدا. عمرها ما كانت تطلب مني حاجه وهي عارفه ان انا فلوسها مش معايا. عمرها ما حسستني ان احنا قليلين او اللي معانا مش مكفينا او ان احنا عايشين عيشه صعبه. كانت دايما داعم ليا، وكانت دايما مصدقه فيا. بعد فتره، كانت فتره صعبه جدا. كان بيعدي عليا ايام يا احمد ممكن اجمع عندي سلسله فضه وختمين انزل ابيعهم ب 300 400 جنيه عشان امشي يومين ناكل ونشرب في البيت. الموضوع كان الدرجه وصل دي؟ جدا. الموضوع كان وصل لمرحله صعبه خالص. ولكن ربنا سبحانه اللي حصلت المعجزه، بيولد النجاح من رحم المعاناه. دي مش كلمه انشا، ده بجد. من كتر ما كنت مضغوط جدا. انا مذهول، انت عمال تنزل وتطلع وتنزل سخن وساقع، اتبسطرت هي دي الحياه، اب يعني. اند داون. بس في وقت قليل ده يعني. حقيقي. يعني انا معاك على مدار عمر، بس انت في وقت قليل كسبت فخسرت فكسبت فخسرت. طبعا. لا وبتكسب قوي وبتخسر قوي يعني انت ده ما حقيقي. عندكش حاجه وسط. ده حقيقي.
ده انت حقيقي. بتقولي بدور على بيع سلسله وخاتم فضه عشان اكل البيت يومين ثلاثه. ده حقيقي كان بيحصل الكلام ده فعلا. كان بيحصل الكلام ده. اتفضل كمل. فلازم اشوف حلول عشان البيت ده يمشي، عشان المولود اللي جاي ده اعرف ادخل مراتي تعمل عمليه وتولد، عشان اعرف اجيب لبس للبيبي اللي جاي. كل ده كنت شايل همه. لما عرفت خبر الحمل ما كنتش عارف اتبسط ولا ازعل. اتبسطت، مراتي حامل، زعلان ان انا ما معيش فلوس وحاسس ان انا مش هقدر اوفي. ولكن الالم اللي جوايا ده دفعني ان انا لازم اتحرك بسرعه. الوضع اللي انا فيه كان لازم اغيره بسرعه جدا. فرجعت، طب ما انا كنت شغال في المكملات وكانت بتبيع كويس. ابتديت اتواصل مع مورد كنت باخد منه شغل، وحكيت له ظروفي، واتعاملنا مع بعض وهو شاف ان انا محترم معاه في السداد. وقلت له انا عايز اشتغل بس ما معيش فلوس، فانا عايز منك تديني منتجات بالاجل، وبعد ما ابيع احاسبك. والضمانات اللي انت عايزها انا ممكن اديها لك، اكتب لك وصولات امانه، اكتب لك شيكات، الضمان اللي انت عايزه انا اديه لك، بس انا عايز اشتغل. وقد كان. الراجل كان محترم جدا، وابتدى ان هو فعلا يغذيني بمنتجات. الموضوع ابتدى من البيت. ازاي من البيت؟ بدات هوم بزنس. كان عندي اوضه هي ليفنج روم. الليفنج روم دي شلتها كلها وجبت مكتب. بقى شغلي عبارة عن من الموبايل والمكتب على منصات السوشيال ميديا. دخلت على اليوتيوب، اتعلمت يعني ايه ان انا ممكن اعمل بيج. اتعلمت يعني ايه ازاي ممكن اعمل اعلانات ممولة او ان انا اعمل اونلاين بيزنس. ابتديت من الصفر عادي جدا، عملت بيج وابتديت ان انا احط عليها البرودكتس بتاعتي، وابتديت ان انا اعمل عليها فيسبوك ادز. محدش علمني، اتعلمت ده من خلال اليوتيوب. ودايما انا احب اقول لك ان في زماننا ده اسهل حاجة المعلومة. زمان كانت معلومات صعبة، بقت المعلومات لكن متاحه فعلا. دلوقتي كل المعلومات متاحه وكل الكورسات موجوده فور فري على النت. فدخلت اتعلمت الاونلاين بيزنس وانا ما كانش لسه عندي اي فكره بالاونلاين بيزنس تماما. بس انا معايا منتجات بدور على وي ان انا اقدر ابيعها بيه، ومنتجات مضمونه وفعاله وملهاش اي اضرار. فبالتالي ده اللي كان مخليني مقوي قلبك. مقوي قلبي ان انا عايز اشتغل. والمدام عندي ساعدتني جدا، عملنا البيج، بقيت برد على العملاء، والمدام عندي بترد على العملاء. الحمد لله يا رب، في خلال وقت قصير جدا من اول شهر ربنا كرمني وابتديت اشوف نتيجه. في خلال 3 4 شهور قدرت ان انا استعيد نفسي وان انا اركب عربيه تاني. ده في وقت قصير جدا. بعد 6 شهور من شغلي في البيت وصلت للسقف انا مش عارف اعديه، لان الشغل محدود. انا شغال انا والمدام عندي واتنين من قرايبي في العيله بنات صغيرين بيساعدوني في خدمه العملاء والكونفirmation على الاوردرز اللي بتطلع والكلام ده كله. طب انا عايز اكبر وعايز اكبر مبيعاتي. فبالتالي كل ده مش هيفضل يحصل من خلال البيت من خلال 3 4 شغالين. فهنا خدت القرار ان انا اعمل شركه. بس لما خدت القرار ده كان لازم الشركه دي اعملها لوحدي، لان اتعلمت من اللي فات. طبعا. انا مش هدخل شريك معايا عشان يشيل معايا في الخساره لو خسرنا. معظم الناس على فكره ممكن يكون عارف يعمل حاجه لوحده، بس بيكون خايف من الريسك. اه، فبيقول يقسم انا ادخل معايا الفلوس. شريك عشان لا قدر الله لو خسرت يبقى الريسك على اتنين. لا، انا ساعتها خدت القرار، بدات الشركه لوحدي. اسستها، ابتديت ان انا اهاير موظفين، ابتديت ان انا اعمل تيم مبيعات، وابتديت ان انا ادرب تيم المبيعات ده على اعلى مستوى. ابتديت ان انا اعمل تيم ماركتنج، ابتديت ان انا اعمل تيم خدمه عملاء، وابتديت ان انا اكبر الشغل اكتر واكتر. سنه ورا سنه الحمد لله يا رب، ربنا كرمني. عايز اقول لك يا احمد، يعني ربنا كرمني كرم انا ما كنتش متخيله، اكبر من اللي كان في خيالي. حسيت ان ربنا بيعوضني عن 7 سنين شقه في سنه واحده. وده وده يخليني مش لازم تلاقي النتيجه على طول. انت بتزرع في موسم للزرع وموسم للحصاد. واتعلمت اللي عند ربنا ما بيروحش. لو انت تعبت ربنا شايل لك، بس هيروح امتى؟ لو انت وقفت. طول ما انت مكمل هتيجي لحظه في حياتك ربنا هيعوضك عن كل تعبك اللي فات ده. ومن هنا الدنيا اتطورت، وابتديت اخد بدل ما كنت شغال في منتجات مشاع باخدها من موردين ومن تجار، ابتديت اخد منتجات حصريه لشركتي انا باسم الشركه، وابتديت ان انا ادعي عليها، وابتديت ان انا اشتغل وابيع. الحمد لله يا رب، النهارده توب لايف ليها باع في السوق المصري اكتر من 8 سنين متواجد الحمد لله في السوق. قدرنا ان احنا نكبر، قدرنا ان احنا نساعد حالات كتير جدا ان هي تخس وتغير من حياتها. والمجال ده انا حبيت فيه حاجتين، مش بس مجرد ان انا ببيع واكسب. فكره انك بتساعد ناس تغير حياتها، دي فكره. لما يكون شخص يخس 20 و30 كيلو، وممكن يكون كان عنده كوليسترول، وممكن يكون كان عنده سكر، وممكن يكون كان عنده دهون ثلاثيه عاليه، بعد ما بيخس كل ده بيتظبط، بيرجع يستعيد حياته، بيفرح بنفسه، ثقته بنفسه بتزيد، بنسمع منه كلمه شكرا. ده يعني احساس بيفرق معايا كتير جدا. رجعت الفلوس والدنيا مشيت.
حققت الاحلام اللي كان نفسك فيها زمان، وجبت العربيه وجبت الفيلا وجبت الحاجات الحمد لله بقى عندي اكتر من عربية، والحمد لله عندي فيلا كويسة عايش فيها انا واولادي، والحمد لله عندي بعض العقارات، والحمد لله الطموح ما وقفش لحد كده. يعني دايما بقعد اقول للناس اللي شغالة معايا وات ايفر احنا حققنا في اللي فات ايه، the hunger to achieve more is still the same. جوعنا ان احنا نحقق اكتر مازال موجود زي ما هو، لان المتعة مش في الفلوس، المتعة اكتر في النجاح، المتعة اكتر في تحقيق الذات، المتعة الاكبر في الانجاز. طب في كل التقلبات اللي حصلت لك في حياتك دي، كانت ايه الفتره الاصعب عليك في حياتك؟ اصعب فتره عدت عليا في حياتي، آه. اصعب فتره كانت في 2024. ده من قريب، من كان قريب كان في جدا، فلوس؟ من لا انا قريب عارف، جدا. انا عارفك من قبل كده. الموضوع ما كانش ليه علاقه بالفلوس يا احمد. جالي ازمه صحيه كبيره جدا، كان في شهر 8 السنه اللي فاتت. اتعرضت لازمه صحيه كبيره. اضطريت ان انا اخش المستشفى، قعدت في العنايه المركزه فتره. بعد كده خرجت منها، عملت عمليه. العمليه دي بعد اسبوع فشلت. دخلت عملت عمليه تانية، وبعديها برضه بفتره العمليه فشلت. في خلال 8 شهور يا احمد عملت 6 عمليات، وكلهم فشلوا؟ وكلهم اخر عمليه الحمد لله يا رب هي اللي نجحت الحمد معايا. لله. وبسببها الحمد لله بعد فضل ربنا انا قاعد معاك النهارده وصحتي الحمد لله كويسه. اصعب حاجه يا احمد ان الواحد صحته تخونه. اصعب حاجه انك تحس انك مش قادر تقف على رجليك. الموضوع ده كان صعب جدا في الوقت ده. الفلوس ملهاش قيمه، عربيات ملهاش قيمه، الفيلا ملهاش قيمه، كل حاجه ملهاش قيمه. الصحه هي كانت اهم حاجه. يعني في الوقت ده لو كان حد عرض عليا قال لي ناخد كل اموالك او كل ثروتك وترجع تاني لصحتك وتقف على رجلك، انا كنت هوافق. الدرجه دي؟ جدا جدا. مريت بفتره اصعب مما تتخيل، وهي اصعب مرحله في حياتي، ولكن الحمد لله يا ربنا كريم، قدرنا ان احنا نتعافى بفضل الله، وقدرنا ان احنا نقوم تاني، وقدرنا ان احنا وطلعت بايه بقى نواصل. عرفت قيمة الحياة بجد، عرفت قيمة يعني ايه تبقى واقف على رجلك، عرفت قيمة يعني ايه تبقى قادر تعمل اي حاجة انت نفسك تعملها. لان انا على مدار 8 9 شهور انا من المستشفى للبيت، ما بقدرش اروح شغلي، ما بقدرش اروح شركتي، ما بقدرش اعمل اي حاجة. فجأة حسيت ان حياتي اتسلبت مني بشكل كامل. فهنا بقى لما ربنا كرمني وقدرت ان انا وتم شفائي على خير، وقدرت ان انا اقف على رجلي تاني، قلت والله ما هقعد تاني. عرفت قيمة ان انا ابقى واقف على رجلي وابقى حر في الحياة، وكافح واروح واجي، هي دي المتعة الحقيقية. عرفت ان الفلوس مش كل حاجة. كان معايا فلوس وكان معايا كل حاجة، بس ما كنتش قادر اعمل بيهم اي حاجة، ولا كنت مستمتع، ولا كنت شايف. مفيش قيمة في اي حاجة. الصحة هي اهم حاجة، صحة البني ادم، وان البني ادم يبقى ربنا راضي عنه، ويكون ما بيظلمش حد في حياته، او ان حد يدعي علينا او الكلام ده كله. مش عايزين نوصل لده ابدا. فده اكبر شيء اتعلمته من الفترة اللي فاتت، ان الصحة هي اكبر كنز في الحياة. طول ما انت بصحتك، لو معكش فلوس هتقدر تعمل فلوس على فكرة، لكن لو معاك فلوس الدنيا وما عندكش صحة ملهاش لازمة. الموضوع كان صعب قوي كده؟ جدا جدا. والحمد لله قدرت اعدي بفضل ربنا، وراضي، والحمد لله الحياة مشيت، وخارج من ده بطاقة كبيرة جدا، وعندي أحلام أكبر للي جاي، وعندي مشاريع في دماغي للي جاي. عايز أعوض السنة اللي أنا قعدتها في البيت دي، عايز أجتهد أكتر. قعدت سنة وأنا مش متعود على القعدة. فمن بعد ما تعافيت خدت القرار إن أنا مش هقعد تاني. طول ما أنا فيا صحة هشتغل وهروح وهاجي وهستمتع بحياتي، وهعمل مشروع واتنين وتلاتة. عرفت قيمة ان انا ابقى واقف على رجلي كويس جدا. ايه الطموحات او ايه الافكار اللي بتفكر فيها في البيزنس، او توسع فيها البيزنس بتاعك الفتره الجايه؟ الفترة اللي جاية في مجالين شغال عليهم. في مجال انا شغال عليه دلوقتي وعندي شركة فيه بقالها سنة، ما بقالهاش وقت كبير، في مجال السمارت هوم اوتوميشن والسمارت كوربريت اوتوميشن. ايه مجال السمارت؟ هو المجال ده موجود في العالم بقاله فترة كبيرة، ابتدى يخش مصر في السنتين ثلاثة اللي فاتوا، ولسه ما خدش الحيز بتاعه الكامل. فكرة ان انا اتحكم في بيتي من تليفوني، سواء انا جوه البيت او بره البيت، اتحكم في كل حاجة، اتحكم في الانارات، اتحكم في بس الستاير. موجود دلوقتي؟ موجود طبعا دلوقتي، بس المجال ده لسه بيطلع في مصر، ما انتشرش اه. قوي. وهو ده لغة العصر، انك ممكن تتحكم في اي حاجة من خلال موبايلك او بالاوامر الصوتية من خلال حاجة اسمها اليكسا. مم. ففكرة
فكره ان الكوربريتس والمصانع الكبيره والاشخاص اللي عندهم فيلل او عندهم اماكن كبيره بيبقوا محتاجين سهوله في التحكم. انا مثلا حضرتك لو قاعد في فيلتك مثلا ونسيت النور تحت ونسيت منور النور وتلاقي تحت منور، طب والنور فوق منور، هقعد الف في الجنينه وبعدين اطلع على الروف وبعدين انزل وبعدين اروح موضوع وبعدين كبير. اجي. موضوع كبير، لكن انت بتتحكم في كل حاجه. تقدر تفتح الباب، تقدر تفتح ستاره، تقدر تفتح نور، تقدر تقفل نور، كل ده من خلال سمارت. صح. لو شفنا على سبيل المثال مدينه نور اللي هشام طلعت مصطفى بيعملها دلوقتي، المدينه دي هي قائمه بالكامل على نظام السمارت اوتوميشن. كل حاجه سمارت في المدينه دي، والمدينه دي لسه قدامها سنين عشان تخلص. طب لما النهارده نقدر نسهل حياه كل الناس، لما السمارت ده يقدر يخش كل بيت وكل شركه، هيسهل على الناس كتير قوي، وهيوفر لهم في الطاقه وهيوفر لهم وقت وهيوفر لهم فلوس. فكرة حلوة. الفكرة التانية ايه بقى؟ الفكره التانيه حلمي القديم، الشغل ايه اللي انا كنت بحبه، النتورك ماركتنج. برضو؟ بجهز ان شاء الله لشركه ان شاء الله مع بدايه السنه الجديده في مجال البيع المباشر. طب اسالني يا احمد ليه انت عايز تعمل ده؟ انا اكيد يعني عايز افهم ايه اللي موداك تاني هناك. ايه اللي وداني تاني هناك؟ لان احنا دلوقتي في البلد في ريسيشن، في ازمه اقتصاديه، في غلاء اسعار رهيب. النهارده بحط نفسي مكان الشاب اللي لسه متخرج، لما يلاقي اقل عربيه بمليون جنيه، والمرتبات في السوق 7 و8000 جنيه، ده ممكن يركب عربيه امتى؟ لما الذهب النهارده الجرام عدى ال 5000 في جنيه الجنة. هيجيب شبكه في الجنه هيجيب ازاي؟ فانا من المجال ده عايز اخلق فرصه لكل الناس، لكل الشباب اللي عندها طموح. عايز الشباب دي ترجع تصحي الحلم تاني. معظم الشباب النهارده محبطه، اي طموح عنده بيفكر طب انا هوصل لده ازاي؟ نو واي، المرتبات ضعيفه، الحياه غاليه، كل حاجه مش احسن حاجه. طب والموظفين، هل الموظف ده دخله بيكفيه؟ اكيد هل يعني الموظف ده مش بالسهولة من دي. دخله هل يعرف يركب عربية قوية أو عربية كويسة؟ هل الموظف من دخله ده يقدر يعيش عيشة كريمة؟ لا، الموظفين كلهم النهارده بالاقساط والفيز والكريدت كارد ظروفهم مش احسن والجمعيات، حاجة. وظروف مش احسن حاجه. طب لما انا النهارده اخلق فرصه، الفرصه دي ممكن تفيد كل الناس، تفيد الشاب الصغير، تفيد الراجل الكبير، تفيد الموظف، يقدر من خلالها ان هو يزود دخله. ومش بس يزود دخله، المجال ده فيه بوتنشال عالي جدا. ممكن من خلال فرصه زي دي شخص بيبدا من الصفر يقدر ان هو يكون مليونير، ويقدر ان هو يحقق احلامه ويحقق حاجات اكبر من خياله. ففكره ان انا من خلال شركه زي دي عايز اوفر منتجات محترمه جدا، واوفر فرص عمل وفرص قويه جدا لكل الناس، ان هي من خلال فرصه زي دي تقدر تزود دخلها، تقدر تحقق احلامها، كل واحد وطموحه. دور المدام والبيت في اجتيازك للأزمات دي، من وقت ما انت حكيت لي على موضوع قبل الخلفة والأزمة اللي انت لسه حكي لي عليها في 2024، كان دور زوجتك في الموضوع ده عامل ازاي؟ هتصدقني لو قلت لك في مرحله، خليني ابدا لك زوجتي في مرحله الخطوبه. انتوا بعد اتعرفتوا ازاي طيب؟ اتعرفنا من خلال مجال العمل اللي هو كان مجال في النتورك ماركتنج. اتعرفت عليها صدفة يعني. في صدفه في مجال العمل، وابتدينا نقرب من بعض وحبينا بعض وخدنا خطوه الخطوبه، واتفقت ان احنا بعد سنه نتجوز بناء على بلان انا كنت حاططها، ولكن ما توفقتش فيها. فجيت بعد 6 شهور من الخطوبه وقلت لها مش هنقدر نكمل. قالت لي ليه؟ قلت لها يا بنت الناس انا خلاص مستقبلي مش واضح، وحاسس ان انا بحفر في الصخر والنتائج مش زي ما انا متوقع. فمش هقدر اعمل لك البيت اللي بتتمنيه، ولا هقدر افرشه لك زي ما انت عايزه، ولا هقدر اجيب لك الذهب اللي انت عاوزاه. فانا حرام اضيع لك عمرك وانت قاعده مستنيه جنبي، وانا لسه ما اعرفش ربنا هيديني الخير ده امتى. ساعتها قالت لي انا معاك على اي حاجه، انا معاك على الحلوه والمره، لو هنعيش باقل الامكانيات انا مش معاك. كل الناس طول ما احنا بتصدق مع في بعض. عيش العصفور يكفينا ده طب يا حاج محمود. طب اقول لك على حاجه يا احمد، انا اتجوزت مع والدتي في البيت لان ما كانش معايا فلوس ان انا اجر شقه او اشتري. ده رقم واحد. رقم اتنين، اتجوزت بعفش مستعمل. عارف، كنت بنخش على اوليكس اشوف اوضه نوم مستعمله اشتريها، اشتري سفره مستعمله من على اوليكس، انتريه بتاع والدتي في البيت وديني المنجد نغير قماشه وننجده والكلام ده. وهي وافقت وهي وكان وافقت بكل حاجه بابسط الامكانيات. اقول لك على حاجه، عامل لها قايمه ب 50000 جنيه ولا اي ولا حاجه. حاجة. جبت لها ده ب 4000 جنيه وقتها، يعني ما بيجيبش موبايل ايفون القايمة بالشبكة. ولا اي حاجه. يعني كانت بدايه فعلا من تحت الصفر،
ولكن وافقت. وافقت، وكان عندها فيا امل كبير ويقين ان انا هنجح، لان كانت بتشوف مجهودي وبتشوف الايجابيه اللي انا فيها. ايا كان اللي انا بمر بيه، انا ايجابي، انا عايز اوصل، هفضل مكمل، مهما فشلت هحاول تاني، مهما وقعت هقوم تاني، لغايه ما نوصل للحياه اللي احنا بنتمناها. كانت داعم كبير جدا ليا، وبعدين كانت داعم كبير جدا معايا في الشغل. الحمد لله يا رب، يعني بعد طبعا كام سنة ربنا كرمني. طبعا قدرت ان انا اجيب البيت اللي بنحلم بيه انا وهي. حياتنا اتغيرت تماما. بعد ما كنت جايب أوضة نوم مستعملة، لا جبت أوضة نوم من أعلى براند إيطالي مستوردة. بعد ما كنت عايش بأقل الإمكانيات، لا بقيت عايش في وضع أفضل، وصبرت ما واستحملت. غيرتش القايمة لسه زي ما هي وكانت ب50,000 عشان بس لسه لسه نفكرها لا لا، بس أكيد. عوضتها بقى، معاها دهب كتير دلوقتي دلوقتي. عدلت موضوع الدهب. معاها دهب اه ممكن بحوالي 15,000. لا المدام تخلي بالها بقى يا جماعة عشان ما عدلناش القايمة. ربنا يخليكم لبعض. طب رب وفي المحنة الصحية اللي حصلت لك دي، كان هي رد فعلها ايه؟ المهنة الصحية دي أنا ما شفتش حد وقف جنبي زيها. أنا كنت بحس إن أنا عيل من عيالها، كنت بحس إن هي في الوقت ده أمي مش مراتي. والله يا أحمد، والله يا أحمد، شهور ما كنتش بنام من الألم. كان عندي حاجة اسمها اسكيميا أو اسكيميك بين. اسكيميك بين هو عدم وصول دم لمنطقة معينة. الناس اللي سامعاني وفاهمة يعني إيه، ده أكبر ألم ممكن يتعرض ليه بني آدم. من الألم ما كنتش بنام والله يا أحمد. كان اليوم كله ممكن أنام فيه ساعة، الساعة دي متقطعة، بوصل لمرحلة عقلي بيفصل، أنام 10 دقايق وأصحى على صويت وأصحى على وجع. كانت قاعدة معايا طول الوقت، مدعماني طول الوقت، ما سابتنيش يوم في المستشفى. كانت تقعد تقول لي الوقت ده هيعدي وهنرجع لحياتنا. كانت دايما تقول لي كل شيء بيبدأ صغير وبيكبر إلا المصايب، ده من فضل ربنا ومن رحمته بينا. المصايب بتبدأ كبيرة وبتقعد تصغر لغاية ما تتلاشى. وقفت جنبي وقفة يعني مفيش حد وقفها جنبي. الست دي يعني تستاهل مني كل حاجة كويسة، وتستاهل أي حاجة تتمناها، ما اقدرش اتاخر عليها فيه بعد اللي ربنا انا شفته يخليكم منها. لبعض ويبارك فيكم. ورغم ذلك مراتي مش ماديه، ومن النوع اللي هي ما بتتوهمش كده بالماديات وبالكلام ده، يعني ست بسيطه جدا لغايه دلوقتي. ما كانش عندها طموحات زيك بتاعت العربية خالص والبتاع؟ خالص خالص طب خالص. جبت لها عربية؟ طب المهم. طبعا طبعا. انا بقول لك بس بس خلي هي بالك. هي كانت بتشجعني حبا فيا. من كتر ما بتحبني وشايفه ان انا حابب ان انا انجح واوصل لنقطه معينه، كانت طول الوقت بتشجعني، لكن هي ما كانش فارق معاها موضوع الماديات جدا. طب انت شايف هل في فرصة ان انت تتوسع في الشركات بتاعتك دي لمناطق بره مصر او لدول بره مصر، ولا انت البيزنس مقصور على الشكل المحلي؟ لا مش مقصور على الشكل المحلي، بس هي القاعده دايما بتقول ايه يا احمد؟ سكسس لوكال زين جو جلوبال. انجح محليا وبعد كده ابتدي اطلع لدول بره مصر. انا المرحله اللي جايه بفضل ربنا عندي بلان ان انا اطلع اشتغل في الرياض، ان انا اعمل شركه في الرياض. عندي بلان ان انا اعمل شركه في دبي، وان انا اوسع الشغل بتاعي، خاصه إن الحمد لله منتجاتنا اثبتت كفاءه قويه جدا. والحمد لله منتجاتنا المصريه بتنافس الجوده العالميه، مش بالكلام، بالنتائج وبالافكت اللي الناس بتشوفه وبتشكرنا بعد ما بتجرب المنتجات دي. طب ايه الفترة اللي جاية لو هقول لك نفسك في ايه، ونفسك تعمل ايه، ونفسك تحقق ايه في حياتك بعد الفترة الصعبة اللي انت عشتها، وبعد رجوعك تاني، وبعد ايه الحاجة اللي هي دلوقتي ممكن تبقى طموحك للفترة اللي جاية، او نفسك الفترة اللي جاية انك تعملها؟ الفتره اللي جايه اكتر حاجه شغلاني بجد بجد، نفسي اساعد الناس. نفسي اساعد ناس كتير وشباب كتير ان هي تغير حياتها. بقى اكبر ما ليا طموح خاص بيا وفي توسع شغلي. بقى عندي طموح ان انا اساعد اكبر كميه من المصريين، اكبر كميه، سواء دول 1000 10,000 مليون شخص، ان انا اثر فيهم، وان انا اساعدهم ان هم يغيروا حياتهم. لان ده احساس ما بيعوضوش حاجه تانية، انك تكون سبب ربنا جعلك ولو سبب صغير ان حياه غيرك تبقى احسن. والله فكرة لطيفة وإحساس لطيف إن أنت تبقى حاسس بالناس، وخصوصا إن أنت برضو سنك صغير برضو. أنا برضو يعني عمال أسمع اللي أنت بتحكيه، أحداث كتير قوي على سن صغير. يعني أمال أنت بعد 10 سنين هتبقى عملت إيه تاني؟ يعني يعني ربنا يديك الصحة، بس أنت مريت بتجارب وأحداث كتير في وقت قليل، ده وحققت حقيقي. نجاحات كتير وإخفاقات كتير في وقت قليل، وأمراض كتير في وقت الحمد قليل. لله الحمد يعني لله، ده ربنا حقيقي. يحفظك يا رب من كل شر. نورتني
رجل الاعمال محمود حازم. ربنا يخليك يا احمد بيه، انا متشرف بيك طبعا. والقعده معاك ممتعه، ويا ريت نكون اتعلمنا حاجات او انا استفدنا حاجات من مستمتع اللي انت قلته. اكتر بالبودكاست الجميل ده، ومستمتع بقعدتي معاك. ده شرف ليا، ودايما اقابلك في صحه الاول، وبعدين في نجاح وفي تقدم باذن الله. يا رب دايما، يا رب دايما. شكرا يا استاذ محمود، شكرا على حسن متابعتكم، اشوفكم في بودكاست جديد ان شاء الله. ايجي بودكاست بزنس.